لو بتعيش في القاهرة أو الجيزة أو حتى لو بتزورهم، أكيد جربت إحساس الزحمة اللي بيضيع العمر. ساعات طويلة بنقضيها في الطريق وكأننا في سباق مع الزمن، ولكن دلوقتي الوضع ده ممكن يتغير تماما. مصر بتشهد ثورة حقيقية في قطاع النقل، ومن أهم المشاريع اللي بتأكد الكلام ده هو مشروع المونوريل. مش مجرد وسيلة نقل جديدة، ده نقلة حضارية كاملة هتغير شكل الشوارع وهتغير حياتنا. المونوريل هو نوع من القطارات الخفيفة اللي بتمشي على قضيب واحد، وده اللي بيميزه عن المترو أو القطار العادي. في مصر المشروع ده بيتكون من خطين رئيسيين هدفهم يربطوا القاهرة والجيزة بالمدن الجديدة. مونوريل شرق النيل بيبدأ من محطة الاستاد في مدينة نصر وبيوصل لحد العاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كيلومتر، وبيتكون من 22 محطة. مونوريل غرب النيل وده بيبدأ من مدينة 6 أكتوبر وبيوصل لحد محطة وادي النيل في المهندسين بطول 43.8 كيلومتر، وبيتكون من 13 محطة. إجمالي طول الخطين مع بعض حوالي 100 كيلومتر، وعدد المحطات الإجمالية 35 محطة. تخيلوا معايا شبكة عملاقة هتسهل حركة ملايين الركاب يوميا. اختيار المونوريل للمشاريع دي ما جاش صدفة، لا ده كان فيه أسباب منطقية جدا. أول حاجة سهولة التنفيذ. المونوريل بيتبني على مسار علوي فوق الجزيرة الوسطى في الشارع، وده معناه إنه مش بياخد مساحة من الشارع ولا بيعطل حركة المرور أثناء التنفيذ، وكمان هو مثالي للشوارع الضيقة اللي صعب ندخل فيها مشروع مترو الأنفاق. تاني حاجة توفير الوقت. السرعة التصميمية للمونوريل بتوصل ل 80 كيلومتر في الساعة، وده معناه إن الرحلة من مدينة نصر للعاصمة الإدارية ممكن تاخد حوالي ساعة واحدة بس، وده توفير وقت كبير جدا مقارنة بالسفر بالعربية في الزحمة. تالت حاجة نقلة حضارية وبيئية. القطارات دي بتشتغل بالكهرباء، يعني صديقة للبيئة، وده بيقلل استهلاك البنزين والسولر وبيقلل التلوث الهوائي اللي بيعاني منه سكان القاهرة. رابع حاجة ربط المدن الجديدة. المونوريل مش مجرد خط مواصلات، ده شريان حياة هيربط القاهرة بمدن زي القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، واللي بيعيش فيها ملايين وبيشتغل فيها آلاف الموظفين. النقطة الأهم بقى في المشروع ده إنه مش بيشتغل لوحده، لا هو جزء من شبكة مواصلات متكاملة. محطة الاستاد، هنا مونوريل شرق النيل هيتقابل مع الخط الثالث لمترو الأنفاق، وده هيخلي أي مواطن يقدر يجي من أي مكان في القاهرة أو الجيزة ويركب المونوريل ويكمل طريقه للمدن الجديدة. محطة الفنون والثقافة، هنا المونوريل هيتكامل مع مشروع تاني ضخم وهو القطار الكهربائي الخفيف LRT، وده بيسهل حركة التنقل داخل العاصمة الإدارية. مونوريل غرب النيل، الخط ده كمان هيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو عند محطة وادي النيل، ومع القطار الكهربائي السريع السخنة العالمين مطروح، وده في محطة نقابة المهندسين في 6 أكتوبر. مشروع المونوريل حاليا وصل لمراحل متقدمة جدا من التنفيذ. بدأت بالفعل عملية التشغيل التجريبي للمونوريل، وده بدون جمهور على بعض المسارات علشان يتم اختبار الأنظمة والتحكم. وبحسب تصريحات رسمية من وزارة النقل، من المتوقع أن يتم افتتاح خط مونوريل شرق النيل بشكل رسمي في نوفمبر 2025. المشروع ده مش بس هينقل ناس، ده هيغير خريطة الاستثمار والعقارات في المناطق اللي بيمر فيها، وهيزود قيمة الأراضي والعقارات لأنها هتكون متصلة بشبكة مواصلات سريعة ومتقدمة. مشروع المونوريل هو خطوة عملاقة في طريق حل أزمة الزحمة في مصر، وهو استثمار في مستقبل المدن الجديدة وتسهيل حياة ملايين المواطنين. صحيح ممكن ما يحلش الأزمة بالكامل، ولكنه جزء أساسي في منظومة نقل متكاملة بتتبني دلوقتي في مصر، بتشمل المترو والقطارات الكهربائية السريعة والطرق الجديدة.